طبعا 3 مباريات، فوز داخو على الكهرباء 71-62، وفوز الشرطة 113 على التجارة 102، وايضا فوز دجلة على غاز الشمال 99-72. تابع المحاولة وهناك صافرة، كان اللاعب رقم 24 هذا اللاعب تكلمنا عنه جون كروسبي. وجون كروسبي اعزائي المشاهدين هو لاعب نادي الحلة، متر 91، سبق ومثل نادي التضامن. نتابع المحاولة، هذا هو كروسبي يحاول دايتون ورمية قصيرة. المتابعة باري عمر باري، مناولة الله، نقطتين حلوة، نقطتين جميلة عن طريق هذا اللاعب 32 إريك. طبعا هذا دولي، لاعب دولي. تابع المحاولة ونقطتين حلوة، نقطتين. النقطة التاسعة، النقطة ال11 الآن، 11 مقابل 6 نقاط إلى اللاعب إريك. مقطوعة، ونتابع المحاولة. علي علاء، ومن الجانب للحل هذا الدكتور نزار علي، ايضا هذا والده ايضا حكم كرة السلة. تابع اللقطات الجميلة بعدسة المصورين، ونتابع المحاولة. هذا على الدخول، وهناك خطأ واضح. رمي عن طريق هذا اللاعب الفنان علي علاء، افضل لاعب شاب وايضا افضل شوتر، يلعب الرمية الاولى، رمية صحيحة ونقطة صحيحة للحل. الرمية الثانية قريب عليها الدكتور احمد رافد حميد، دولي، حكم دولي. طبعا اخر مباراة حكمها هذا الحكم كان الدفاع الجوي الكرخ، الشرطة الكرخ، ودجلة وفريق الغاز. تابع المحاولة لمصلحة اللاعب 32، والرمي الآن وممتازة، نقطتين جميلة عن طريق لاعب دربندي خان. حلو، حركة جميلة. كان اللاعب بروة عزيز كابتن الفريق، بروة عزيز اللاعب رقم 8 هو كابتن فريق دربندي خان، وستيل جميل، مناولة أجمل، وأيضا القطع، قطع. إذن من الجانب لدربندي خان. من الجانب للاعب رقم 2 محمد زياد لاعب نادي دجلة، ويضع نقطتين جميلتين ايضا، لعبه لنادي دجلة هذا اللاعب، ولعبه لنادي الاعظمي. تابع المحاولة للاعب دايتون العفو، دايتون يحاول الدخول، مهارة، لياقة، ودايتون يحاول على الثلاثية مرة أخرى. علي علاء، وهو متابعة، الله، حلوة يا شباب، حلوة يا شباب، نقطتين جميلتين سريعتين عن طريق هذا اللاعب. هذا أحمد عبد الخالق، لاعب نادي الحلة السابق، لاعب نادي الشرطة السابق، لاعب نادي الكهرباء السابق، والقطع ومناولة صحيحة وفاست بريك. أحمد زياد لاعب الأعظمية السابق ودجلة السابق، هذا أحمد دحام، أحمد محمد عبس الملقب بدحام، من اللاعبين المهاريين الجيدين الرائعين بتشكيلة الحلة. نتابع المحاولة. طبعا فريق دربندي خان أول مباراة خسر مع الدفاع الجوي 76-99، خسر مع الحشد 60-85. نتابع المحاولة مرة أخرى للاعب زيد علاء، زيد هذا اللاعب 24 الواضح امامنا، جون. الله، حلوة نقطة رقم 16، نقطة رقم 16، 4 دقائق 36 ثانية المتبقية. نتابع المحاولة. الله يقدر يلعب على الثلاثية، حركة حلوة جميلة ممتازة على الرمية الثلاثية، يلعب ثلاثية قصيرة. المتابعة إلى اللاعب علاء، وهذا خطأ واضح على هذا اللاعب الواضح أمامنا أعزائي المشاهدين. هذا الحكم أحمد رافد حميد،
طبعا من مواليد 1/6/1991. هذا حكم دولي من عام 2001، دكتوراه تربيه رياضيه، 7 بطولات دوليه في غرب اسيا، بطولات ايضا بطولات التربيه، وايضا حكم في لبنان والعراق والجزائر والامارات والاردن. من الجانب هذا احمد عبد الخالق، مهندس مدني، مهندس سله الحله، وهنا الرميه قصيره لا زيد علاء، هنا الثلاثيه، هنا الثلاثيه، نعم من خارج القوس، رميه ثلاثيه. صاحي اليوم، علي علاء صاحي لحد الان. لحظات ووافيكم بمعلومات عن الفريقين ان شاء الله. نتابع المحاوله، هنا الرميه الثلاثيه قصيره للاعب كان لاعب منتخب شباب العراق كيانوش. ونتابع المحاوله مره اخرى لدايتون، دوران الله تحت السله، زيد علاء، وتصل الى دربندي خان عن طريق اللاعب الواضح امامنا. هنا الرميه الثلاثيه قصيره، متابعه، استلام خطا على اللاعب زيد علاء. نعم، خطا على اللاعب زيد علاء يرتكب خطا. اذا راح يكون رمي على السله. هذا نزار على ابتسامه جميله لهذا الحكم الجميل، ولقطات جميله بعدسه الزملاء المصورين شركة عشتار وزميل المخرج أمير هيكل. الرمية الأولى أريك الرمية الأولى، ورمية خاطئة، 19 مقابل 10، الفارق 9 نقاط، 3 دقائق 28 ثانية. الرمية الثانية أريك، ونقطة هي نقطة رقم 10 أو نقطة رقم 11 آسف. هذا هو أريك الواضح أمامنا. جون كروسبي حلة 1935 تأسس هذا النادي، أكثر من 70 عام عمره. وتحت السلة هناك صافرة، ايضا دربندي خان اعزائي المشاهدين، خسر مع غاز الشمال 56-96، وايضا خسر مع الكهرباء 56-108، وخسر مع الشرطه 58-113، وخسر مع التجاره 73-80. لحظات ووافيكم ايضا بنتائج نادي الحله ان شاء الله. هنا الرميه، الله على جمالك، الله على المتابعه، الله على النقطتين الجميلتين. احمد عبد الخالق نقطه رقم 21 مقابل 11، نقطه رقم 21 مقابل 11، نقطه لدربندي خان. التقدم للحله، المتابعه والرميه الثلاثيه. الله يا الله، ثلاثيه جميله اعزائي المشاهدين عن طريق اللاعب محمد كوران يضع ثلاثيه جميله. مره اخرى نتابع المحاوله، جون وتحت السله الان مره اخرى للاعب كايتون، وخطا الان، خطا طبعا. الحله اعزائي المشاهدين خسر مع الدفاع الجوي في اول مباراه 65-81، وايضا فاز على دجله الجامعه 67-66، خسر مع الكرخ 78-92، وايضا فاز على التجاره 77-69، خسر مع الشرطه 109-83، وايضا خسر مع الكهرباء 65-68، وخسر من غاز الشمال 77-89. سجل الحله 508، دخل السلته 548 نقطه. مره اخرى نتابع المحاوله، الرمي لكايتون، الرميه خاطئه يا كايتون. دايتون، إذن دايتون، والنتيجة 21-14
الربع الاول دقيقتين 28 27 ثانيه. احمد عبد الخالق الواضح امامنا اعزائي المشاهدين. الربع الاول الكوارتر الاول. هذا احمد، هذا اللاعب ايضا رقم 5 كريستوفر ميلر امريكي طبعا. هذا اللاعب رقم 2 ميلر، اللاعب رقم 5 كريستوفر ميلر امريكي. تابع المحاولة الآن بالخطأ إلى علاء ومناولة صحيحة مرة أخرى. نتابع المحاولة، كان حسين علاء اللاعب رقم 13 يحاول الدخول تحت السلة، والله الله الله، دايتون يضع نقطتين جميلتين في سلة دربنتخان. سلة دربنتخان النقطة رقم 23 مقابل 14. 23 مقابل 14 دقيقة 49 ثانية عن نهاية الكوارتر الأول. نتابع المحاولة لمصلحة دربنتخان، يحاول يرمي على السلة وأيضا يضع نقطتين جميلتين وسريعتين في سلة الحلة عن طريق هذا اللاعب الواضح أمامنا. هذا دياري أركان لاعب منتخب شباب العراق. دايتون إلى اللاعب دحام مرة أخرى. تابع المحاولة، الله 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 الله، يا الله على النقطتين الجميلتين عن طريق هذا اللاعب دايتون. كان احمد عبد الخالق ودايتون كروسبي، دحام تحت السلة، اوه الله 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 الله، جميلة يا دايتون كروسبي. مترين و6، لعب لنادي الكرخ سابقا في موسم 2023 ايضا لعب في فنلندا وقت مستقطع. اذا نتابع المحاولات هنا في العرض البطيء اعزائي المشاهدين. هذا احمد عبد الخالق الواضح امامنا مدرب فريق الحله. ايضا احبتي المشاهدين بعض المعلومات عن الدوري العراقي بكرة السلة، دوري المحترفين. أذكر نادي الجيش حصل على لقبين، الكرخ 13 لقب، الرشيد 5 ألقاب، النفط 8 ألقاب، الجوية لقب 1، الشرطة لقبين، الدفاع الجوي 3 ألقاب، نادي الحلة 3 ألقاب، الكهرباء 3 ألقاب، وادهوك 5 ألقاب. أول من نقل الدوري العراقي من بغداد الحبيبة إلى الحلة هو طبعا نادي الحلة بقيادة الدكتور حسين العميدي، ثم تم نقل الدوري العراقي من بغداد الحبيبة إلى ادهوك أيضا 5 مرات. إذن الحلة بالمناسبة ماجد محمد الجبوري لعب للبحري والجوية، وأيضا لعب لواحد حزيران والدفاع الجوي والكرك والنفط. وماجد درب الكهرباء ودرب زاخو ودرب دجلة. من الجانب 44 ثانية احبتي المشاهدين الكوارتر الأول، والتقدم للحلة 27-16. الحلة سوف يسافر إلى زاخو، عنده مباراة مع زاخو إن شاء الله. وتابع المحاولة هنا الثلاثي قصيرة عمر باري. الهجوم الآن لمصلحة دياري أركان. هنا رمية ثلاثية، الاستقبال وأيضا السحب الصحيح، ودايتون إلى اللاعب دايتون. هذا 24 دايتون الواضح أمامنا.
يظل واضح امامنا لاعب نادي الحله دايتون. هذا ماجد محمد الجبوري، لعب ودرب. ماجد لعب للبحري في البدايه، ثم الجويه واحد عسيران، والدفاع الجوي والكرخ والنفط، والرميه الاولى خاطئه قصيره عن طريق اللاعب دايتون جنجز. دايتون جنجز لاعب نادي الكرخ السابق، وايضا لعب في فنلندا. تابع المحاوله 27 مقابل 16. اذا انتهى الكوارتر الربع الاول بتقدم نادي الحله اعزائي المشاهدين ب 27 نقطه مقابل 16 نقطه. فاصل قصير احبتي المشاهدين والمتابعين، ثم نعود مره اخرى لتكمله الربع الثاني الشوط الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى أحييكم أجمل ورق تحية من محافظة بابل، من قاعة الحلة، قاعة الموهبة. نستكمل وإياكم الربع الثاني أعزائي المشاهدين بين نادي الحلة ونادي دربندخان ضمن دوري العراقي المحترفين بكرة السلة. أذكر انتهى الربع الأول 27 نقطة مقابل 16 نقطة لنادي الحلة. المتابعة وهنا الرمية الثلاثية قصيرة، المتابعة السحب الجميل للاعب علي علاء، و جميل جدا أن نرى اليوم هكذا منظر جميل لقاعة الحلة من حيث الأمور اللوجستية وحضور الجماهير. ونتابع المحاولة ثلاثية، لا قريبة بعيدة مرة أخرى، الله دوران جميل لكن قصيرة جدا كانت للاعب دايتون. مرة أخرى تابع المحاولة، باري وخطأ على دايتون لاعب رقم 44. دايتون رمي على السلة، عمر باري الرمية الأولى رمية خاطئة. هذا اللاعب من غينيا، عمر باري من غينيا، مترين و11 سنتيمتر. الرمية الثانية ورمية صحيحة، ونقطة هي نقطة رقم 17. نقطة رقم 17. إذا زيد علاء ضمن التشكيلة الآن. هذا الدكتور أحمد رافد. إذا وهذا اللاعب ثلاثية قصيرة من اللاعب دايتون، و باري عمر باري، جون يقطع الستيل جميل. جون مرة أخرى علي علاء إلى جون كروسبي
تكلمنا عن هذا اللاعب، لاعب نادي التضامن، مثل الوكر الخطري، الوحده السوري، اللاعب رقم 24 مره اخرى دياري المناوله الصحيحه، يحاول يرمي ثلاثيه قصيره، السحب وتصل لدايتون. دايتون حرك المباراه هذا اللاعب 44. دايتون ايضا لاعب واحد سيف امير، هذا جون كروسبي، جون تحت السله، مناوله ودايتون، الله باري يقطع الكره، حلوه عمر باري، تابع المحاوله، الدخول ونقطتين تحتسب. نعم نقطتين تحتسب وخطا على جون. هذا الواضح امامنا، هذا جانب من الجمهور يتابع المباراه. وحكمنا الاتحادي كان علي محسن. بالمناسبه اليوم حكامنا من بغداد ومن دياله ومن السماوه، حلوه. اغلب المحافظات هنا في الحله. الرميه الاولى او رميه الفاول، وهذا دايتون الى جون، الى دحام، الى جون الله يا الله يا جون، الله على جمال كرة السلة وناقة كرة السلة وحلاوة كرة السلة ومتعة كرة السلة. الله وباري دايتون جون الله، مناولة ثلاثية من خارج القوس، ثلاثية نعم ثلاثية جميلة. علي على أحمد عبد الخالق، علي على صاحي اليوم. باري عمر باري، وخطأ على اللاعب 44 هذا أحمد عبد الخالق. يعني شوف أخطاء مجانية. باري مترين ما شاء الله، مترين و11 سنتيمتر ما شاء الله. هذا ماجد والمساعد زانا عبد العزيز، وشوان محمد مدرب اللياقة، وبلن قادر مدير الفريق. باري الرمية الأولى 6 دقائق 44 ثانية، رمية صحيحة ونقطة رقم 20 مقابل 32. باري دكتور أحمد رافد، الرمية الثانية ورمية ناجحة وصحيحة لعمر باري. جون قريب عليه زيد علاء، جون كروسبي، علي علاء، جون دحام جون، نقلات جميلة، يحاول الدخول تحت السلة، مناولة على الرمية الثلاثية خرجت. هذا أحمد دحام. أيضا دخل اللاعب حسين علاء، اللاعب رقم 13. هذا وقت مستقطع. أيضا نستغل ببعض المعلومات. طبعا أول لقب طبعا للأسماء المدربين الذين حصلوا على ألقاب الدوري العراقي بكرة السلة: مهدي أحمد لقبين، موفق أحمد 3 ألقاب، الدكتور علي سماكة 3 ألقاب، محمد النجار 5 ألقاب، فائز أحمد لقب، وأيضا عندنا حمزة عبيد 5 ألقاب، منذر علي شناوي رحمه الله 4 ألقاب، الدكتور حسين العميدي لقب 1، عبد الأمير عبد الحسين لقب 1، الدكتور حيدر جمعة لقب 1، ثامر مصطفى لقب 1، خالد يحيى زعيم الألقاب ب6 ألقاب، ونضال غانم بلقب 1. تابع هذا جانب من جمهورنا العزيز الذي يحضر المباراة بين الحلة ودربندي خان. أيضا عوائلنا الكريمة تتابع المباراة، جانب من الجماهير الرياضية التي تحضر وتتابع هذا اللقاء. أيضا الأطفال أيضا يحضرون ويتابعون، وأيضا جمهور ومتابعين وعشاق كرة السلة.
عشاق. هذا دياري أركان 66 لاعب منتخب شباب العراق. ايضا من محافظه بابل ابرز الذين تقلدوا مناصب في الاتحاد العراقي المركزي لكره السله الاستاذ محمود كاظم الجبوري رحمه الله، الاستاذ الدكتور حسين محمد ناجي، والاستاذ رقيب محمد رشيد الجنة. تابع المحاوله لفريق دربندي خان ضيف دور المحترفين في النسخه الاولى، وزيد علاء. زيد علاء، الله يا زيد، العب سهل يا زيد. زيد علاء الواضح امامنا بالصوره. زيد علاء كتله عضليه. هذا احمد عبد الخالق، مثل الحله، مثل ايضا الشرطه، ومثل نادي الكهرباء. نتابع هذا زيد علاء. زيد علاء الى دايتون. باري، باري يسحب صحيح، باري يسحب صحيح. ونتابع المحاوله والدخول، وهذا ايضا خطأ على زيد علاء. زيد علاء كان اللاعب 32 هو اللاعب إريك. هذا اللاعب كندي إريك. إريك يكتسب رمية حرة. هذا ماجد، ورمية الأولى خاطئة. الفارق 10 نقاط، 31 21. عندنا 5 دقائق 52 ثانية عن نهاية الشوط الأول. الرمية الثانية ورمية صحيحة، ونقطة لدربندي خان. هذا الكابتن ماجد محمد الجبوري. تابع المحاولة جون. جون مناولة، ترجع إلى جون مرة أخرى. حاول المناولة، يلعب إلى اللاعب 13 اللاعب حسين علاء. حسين علاء، وشوف نقلات جميلة. جون حاول على الثلاثية. جون، الله الله يا جون، الله يا جون. وهذا دكتور نصر حسين عبد الامير مدرب نادي الحلة السابق ولاعب نادي القوة الجوية، ويتابع المباراة. لقطة جميلة بعدسة المصورين، وأيضا زميل المخرج أمير هيكل يخلينا بالحدث. هذا اللاعب دياري أركان. الله سحب. أوه، الكندي 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 إريك. إريك. هذا ماجد متعصب. ماجد متعصب، يعني درب الكثير من الأندية، شخصية رياضية جميلة، مدرب ذو خبرة في الدوري العراقي. كان دوري الدرجة الأولى ولا الدوري الممتاز ولا دوري المحترفين، يتنقل هنا وهناك، واليوم هو في السليمانية. جون جون جون، ومتابعة ثلاثية. الله 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 الله. باري باري، وصعبة صعبة 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 وحلوة. ذكاء ميداني حسين علاء، ذكاء ميداني. هذا اللاعب دياري أركان لاعب منتخبنا الوطني العراقي للشباب ماجد بالصورة. إذن 4 دقائق 30 ثانية، 34 22. ونتابع الآن إلى جون 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 جون. ثلاثية قصيرة. المتابعة دياري أركان مرة أخرى. تابع المحاولة على الثلاثي. ثلاثية جميلة جدا، ثلاثية جميلة عن طريق هذا أحمد عبد الخالق. هذا جون، هذا ماجد. بدأوا الآن يتقدمون فريق دربندي خان، يسجلون نقاط 34 25. عندنا 3 دقائق اعزائي المشاهدين. نتابع المحاوله الى جون. جون الى دحام. دحام دحام، وزيد علاء وسين. سين علاء. هذا الدكتور نزار علي حكم دولي. احمد عبد الخالق. زيد علاء الى جون. جون، وهذا خطأ واضح على محمد زياد لاعب نادي دجلة السابق. محمد زياد لاعب نادي دجلة السابق.
هذا احمد عبد الخالق كان في لقطه مع دايتون. احمد 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 محمد عباس حاول الدخول والمناوله الصحيحه وحسين، وهناك ايضا خطا على احمد. هذا خطا على باري، يبدو خطا على باري عمر باري. عندنا 3 دقائق اعزائي المشاهدين، 28 ثانيه الشوط الاول. ايضا دخول اللاعب كريستوفر ميلر، اللاعب الامريكي، اللاعب الامريكي ضمن التشكيله الان. دايتون ضمن التشكيل الان. زيد، جون كروسبي، جون وما تدخل السله. المتابعه الصحيحه، الهجوم لمصلحه دربندي خان. ياري الى اللاعب بروة عزيز، الى اللاعب الكندي اريك وثلاثيه قصيره. المتابعه ومن الجانب لدربندي خان. طبعا ضيف جديد نادي دربندي خان، ضيف جديد نادي التجاره في دوري المحترفين العراقي. هذا ماجد محمد الجبوري مدرب نادي دربندي خان. الربع الثاني الشوط الاول، المناوله تحت السله للاعب كاينوش سربس. والله حلوه بدا الفارق يقل 28 34. الله ماذا تفعل يا جون، ماذا تفعل يا جون تحت السله؟ حرام يا جون. على كل كيانوش وايضا المتابعه للكيني اريك. زيد علاء وجون جون 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 ويضع نقطتين. حلوه يا جون، نقطتين جميلتين في سله دربندي خان، الضيف الجديد من السليمانيه على الدوري المحترفين العراقي. النسخه الاولى دوري المحترفين احمد عبد الخالق. النسخه الاولى في دوري المحترفين. طبعا هذه النسخه اعزائي المشاهدين هي رقم 47 للدوري العراقي. اريك الرميه الاولى، اريك رميه خاطئه. الرميه الحره دقيقتين 6 ثواني. والرميه الثانيه صحيحه ونقطه. اذا 29 36 للحله. دايتون دخل الان، جون دخل. جون طبعا سلامات للاعب الحله. نقطتين حلوه. عندنا محمد محسن طبعا لاعب نادي الحله اجرى عمليه جراحيه، نتمنى له الصحه والعافيه والسلامه ان شاء الله. ونتابع المحاوله الدخول ويضع نقطتين ويكتسب خطا ورميه عن طريق اللاعب جون. نقطه رقم 39. نعم نقطه رقم 39. باري هذا هو جون. الحله يغادر الى زافو ان شاء الله، ودربندي خان يقابل دجله الجامعه ان شاء الله. طبعا غدا الدفاع الجوي مع زافو، الكهرباء والكرخ يوم الثلاثاء ان شاء الله. دربندي خان ودجله الجامعه يوم الخميس، وايضا الكهرباء يلتقي فريق الجامعه يوم السبت ان شاء الله. يلتقي التجار يوم السبت ان شاء الله. احتجاج على هذا عمر باري. هذا احمد عبد الخالق. لقطات جميله بعدسه
مصورينا الاعزاء بهذا الحدث الرياضي دوري المحترفين العراقي. جون اهدى يا جون، اهدى هذا علي محسن، هذا الدكتور احمد رافد. وثلاثين 29 الفارق 10 نقاط، الفارق 10 نقاط. عندنا دقيقة 41 ثانية، وأيضا يذهبون إلى الفيديو لمتابعة هذه الحالة الدكتور نزار علي جبار والدكتور أحمد رافد حميد. طبعا الدكتور نزار علي جبار شهاب العقابي والد 81 سبق ولعب لديالى بالشرطة، وأيضا مثل منتخب التربية عام 97 إلى 99. إذا نتابع هذه الحالة أعزائي المشاهدين. إذا لفريق دربندي خان، إذا لدربندي خان 10 نقاط، الفارق للحلة. هذا دحام محمد عبد الخالق، كريستوفر ميلر امريكي، باري غيني الى الامريكي. كريستوفر يحاول والمتابعه الى زيد علاء الى علي علاء. يعني شوف هاي الاخطاء لا تغتفر. الى كريستوفر ميلر ويضع نقطتين. شوف اخطاء دائما الحله يرتكب الاخطاء، وخاصه في الشوط الاخير في الربع الرابع والاخير دائما فريق الحله يرتكب اخطاء. على كل جون دايتون احمد الى علي علاء الى جون على الثلاثيه، يغير رايه، رميه ثلاثيه قصيره. احمد محمد عباس الملقب بدحام الى دايتون. اوه الله، القطع الجميل. وبدا الان دربندي خان افضل. باري عمر باري وزيد علاء وقصيره. المتابعه لعلي علاء الى جون على الثلاثي. علي علاء قصيره. المتابعه الى احمد 16 ثانيه اقل، 13 12 11 على نهايه الشوط الاول. و الله، نقطتين جميله ودقيقه و9 ثواني. الله حلوه. اذا 41 31 تبقى ال10 نقاط اعزائي المشاهدين بين الحله وفريق دربندي خان من السليمانيه. توجيهات لمدرب فريق دربندي خان ماجد نعمه. هذا بروة عزيز كابتن الفريق دربندي خان كان واضح بالصورة. إذن وقت مستقطع والفارق لا زال أعزائي المشاهدين 10 نقاط 41 الحلة 31 دربندي خان في مباراة ضمن دوري المحترفين العراقي النسخة رقم 47. آخر لقب لنادي الدفاع الجوي، أول لقب لنادي الجيش، وننتظر من يكون بطل
الدوري المحترفين العراقي لموسم 2024-2025. لقطات جميلة، لقطات جميلة. هذا أحمد عبد الخالق، هذا جانب من جمهورنا العزيز الذي يتابع هذا الحدث. هذا اللاعب دايتون، إذن دخل الآن لاعب، وهذا ماجد نعمة، دخل الآن لاعبه فريق دربندخان من الجانب. إذن انتهى الشوط الأول أعزائي المشاهدين بتقدم نادي الحلة ب 41 نقطة مقابل 31 نقطة. إذن فاصل قصير أحبتي المشاهدين، أحبتي الرياضيين، وبعد الفاصل إن شاء الله نعود في الربع الثاني وإلى ذلك الحين. هذه تحياتي المعلق الرياضي ناصر الجمهور.
بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين، اعزائي ومباراة دوري المحترفين المختلف 47 في كرة السلة بين نادي الحلة ونادي درب الدخان. الحلة من محافظة بابل ودرب الدخان من محافظة السليمانية. نذكر انتهى الربع الاول والربع الثاني الشوط والدخول والرمية القصيرة المتابعة مرة أخرى من أريك يحاول ويضع نقطتين جميلتين. إذا نقطتين جميلتين لدربن دخان. دربن دخان يعني منتصف الربع الثاني كان أفضل، والآن أيضا يقدم لمحة جميلة. هذا دحام يحاول على الرمية الثلاثية، علي علاء وأيضا دحام تحت السلة. يا دحام المناولة إلى زيد علاء إلى علي علاء ودحام. الله، حلوة دحام، حلوة. أحمد محمد عبس يضع نقطتين جميلتين في سلة دربن دخان. المحاولة الآن والرمية الثلاثية القصيرة المتابعة. باري عمر باري إلى اللاعب محمد زياد وإلى الخارج. 33 دقيقة الثامنة، 46 ثانية على نهاية الكوارتر الربع الثاني. الكوارتر الثاني يحاول جون يلعب مناولة صحيحة، الثلاثية قصيرة، المتابعة، الاستلام الآن لأريك وسلامات. إذن سلامات لهذا اللاعب الواضح أمامنا. وحلوة لقطة جميلة كانت لهذا اللاعب دياري أركان. يعني لحد الآن جميل جدا أن يظهر فريق دربن دخان بهذه الأمور الجميلة. لحد الآن طبعا هو 7 مباريات 7 خسائر أعزائي المشاهدين. أيضا خلنا أذكر بتسلسل الفرق أحبتي المشاهدين. طبعا الدفاع الجوي بالمرتبة الأولى، دجلة الجامعة بالمرتبة الثانية، الشرطة بالمرتبة الثالثة، غازي الشمال رابعا، الكرخ خامسا، الحشد الشعبي سادسا، الكهرباء سابعا، زاخو ثامنا، الحلة بالمرتبة التاسعة، والتجارة بالمرتبة العاشرة، وأيضا دربن دخان بالمرتبة 11 والأخيرة. جون الحلة، علي علاء الحلة، دايتون الحلة. مناولات بين لاعبي نادي الحلة، يحاول دوران جميل، يحاول يرمي، والقطع جميل، حلو، قطع جميل جدا، قطع جميل من بروة يضع نقطتين.
حلوة، يضع نقطتين جميلتين عن طريق هذا اللاعب الواضح أمامنا، اللاعب رقم 32 أريك، اللاعب الكندي، يقدم مستوى طيب لحد الآن. هذا لاعب نادي دربندخان من السليمانية. بدأ تقل النتيجة، هنا الرمية الثلاثية، هنا قصيرة، هنا المتابعة، تصل مرة أخرى للاعب أريك إلى اللاعب رقم 2 محمد زياد. هذا هو محمد زياد، محمد زياد دياري على الثلاثية قصيرة، الاستلام وجون. محمد ماجد، قراءة يبدو جيدة لهذا المدرب. تابع المحاولة وباري الله، حلوة، عكس اليد، عكس ايده، يضع نقطتين جميلتين. بدأ الغضب على ماجد محمد الجبوري، بدأ غضبان، لاعب كبير ومدرب قدير. تابع المحاولة، أوه الله، دياري لاعب منتخبنا الشبابي دياري، وهذا بروة عزيز، وهنا زيد علاء سلامات. طبعا الكادر المشرف لنادي الحلة محمد كاظم خيري مشرف الفريق، أحمد محمد ناجي مدير الفريق، علاء حسين عبد إحصائي، وأيضا محمد حمزة، وأيضا أنور ديبة إداري الفريق. من الجهة الثانية ماجد محمد الجبور مدرب الفريق، يساعده زانا عبد العزيز، وشوان محمد مدرب اللياقة، وبلن قادر مدير الفريق. ثلاثية، نعم ثلاثية جميلة عن طريق هذا اللاعب الجميل بروة عزيز، قائد الفريق، كابتن الفريق، نجم الفريق، يضع ثلاثية جميلة. ثلاثية أيضا الفارق 5 نقاط، الفارق الآن 5 نقاط. إذن هنا ثلاثية، نعم نقطتين جميلتين. 47-40، 47، والله مباراة حساسة. الله، ثلاثية جميلة. 43 47، 5 دقائق 38 ثانية، 38 ثانية، 19 ثانية عن نهاية الهجمة. تابع المحاولة 12 ثانية. تابع المحاولة الآن لأحمد محمد، محمد الملقب ب الله، ثلاثية لدحام. باري 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 باري، سلامات يا باري، سلامات يا باري، سلامات يا باري. وحسين علاء يرتكب خطأ. هذا عمر باري لاعب الغيني، 2 و11 سنتيمتر، أطول لاعب بالفريقين. عمر باري 50 مقابل 43. عندنا 5 دقائق 11 ثانية، الكوارتر الثالث. مباراة جميلة في ربعها الثالثة أعزائي المشاهدين، أعزائي الرياضيين، كل متابعي كرة السلة، دوري العراقي، دوري المحترفين، نسخة 47 في قاعة الموهبة، قاعة الحلة، قاعة الألف متفرج. جون، هذا هو جون كروسبي، 191 سنتيمتر. دحام وزيد علاء، وهناك صافرة. هذا عمر باري. مباراة جميلة، مباراة رائعة. يعني المركز التاسع لنادي الحلة، المركز ال11 لنادي دربندخان. الحلة يغادر إلى زوخو، ودربندخان يستقبل دجلة الجامعة. نعم، دربندخان يستقبل دجلة الجامعة، والحلة يغادر إلى زاخو، ثم يعود ليقابل فريق الحشد في مباراته الأخيرة في قاعة الموهبة. هذا علي محسن الحكم الاتحادي. طبعا حكمنا الاتحادي علي محسن أعزائي المشاهدين من محافظة السماوة. جون مناولة، دايتون، علي علاء ثلاثية قصيرة يا علي، قصيرة يا علي، والمتابعة إلى دياري، حلوة يا دياري، ومناولة دياري 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 دياري، وتابع المحاولة إلى الخارج.
أفضل. هذا اللاعب محمد زياد مثل الأعظمية ومثل دجلة، لاعب جيد، يعني مباراة حساسة، وانتظروا الربع الأخير ماذا يحدث من مفاجأة. أعزائي المشاهدين، هذا ماجد محمد الجبوري. ماجد بدايته كلاعب بالبحري، انتقل للجوية، مثل واحد حزيران ولعب للدفاع الجوي ولعب للكرخ وختم في النفط. أما كمدرب بدأ مع الكهرباء وزاخو ودجلة وأخيرا دربندي خان. هنا الثلاثية تصير المتابعة، الاستلام ومن الجانب للحلة. من الجانب للحلة 50 43 4 دقائق 10 ثواني 4 دقائق 10 ثواني 14 ثانية على نهاية الهجمة. دحام مناولة للحلة أصحاب القمصان البيضاء، ودايتون الله، حلوة يا دايتون. محمد زياد إلى اللاعب إريك لاعب جيد، هذا اللاعب إريك لاعب جيد، إلى محمد زياد القائد باري، عمر باري. يعني هذا اللاعب المفروض يستغل طوله. وهنا الثلاثية، نعم ثلاثية لكن قصيرة المتابعة وتصل إلى ياري. الله، حلوة للقائد بروة عزيز إلى جون والمناولة ثلاثية. نعم ثلاثية، نعم يا علي علاء. عندما يكون هذا اللاعب صاحي إذن أكو هناك ثلاثيات، أكو رميات ثلاثية. والزميل المخرج أمير هيكل يعني ظاهر كانت الصورة على المدرب غاضب على الثلاثية. على كل روح كرة السلة، متعة كرة السلة، جمال كرة السلة، دربندي خان والحلة وإلى محمد وانتهت زمن 24 ثانية. هذا اللاعب محمد زياد دقيقتين أعزائي المشاهدين 54 ثانية. هذا جون مستوى طيب، هذا اللاعب مستوى طيب جون. إذن أذكر الحلة يغادر إلى زاخو، دربندي خان يستضيف دجلة الجامعة، ثم يعود نادي الحلة في هذه القاعة اللي يلتقي فريق الحشد. وجون يحاول، دحام أحمد محمد عبس ويضع ثلاثية جميع. الله يا أمير هيكل على هذه اللقطات والمدرب والثلاثيات. الله لا اختصاص أمير هيكل، اختصاص بالرميات الثلاثية. دائما اللاعب يسجل ثلاثية، دائما يضع المدرب أمامي في الصورة. على كل حلوة المباراة 58 43 وعندنا دقيقتين و27 ثانية. لا أمان بكرة السلة. باري وخطأ على اللاعب علي علاء وهذا عمر باري. دكتور نزار وأحمد الدكتور والمهندس ابتسامة، وهذا عمر باري. يلا يا عمر، واحدة نعم. النقطة الأولى الرمية الحرة الأولى، والنقطة الأولى رقم 44. ننتظر نقطة رقم 45. ونعم 45 يا عمر باري. دربندي خان من السليمانية. جون قريب عليه دايتون. جون ومناولة صحيحة إلى دحام، يحاول الدخول تحت السلة مرة أخرى. تابع المحاولة، الرمية وقصيرة، المتابعة للاعب كريستوفر ميلر. وباري وخطأ واضح على اللاعب سيف أمير. هذا أحمد عبد الخالق، سيف أمير، وهناك وقت مستقطع للكابتن أحمد عبد الخالق.
إذا أحمد عبد الخالق يطلب وقت مستقطع. أذكر 58-45 لا أمان، لا أمان في كرة السلة لحد الآن. المباراة في الملعب، المباراة لا زالت في الملعب. هنا التوجيهات، هنا التعليمات لماجد للاعبي فريق دربندي خان، يحاولون أن يحصلون على نتيجة، يعني 7 خسائر متتالية، يحاولون أن يفوزون وأيضا يقابلون فريق دجلة الجامعة في السليمانية. الحلة هذا جانب من الجمهور، أيضا عوائلنا الكريمة تحضر وتتابع. أحمد عبد الخالق والتوجيهات. الحلة 7 مباريات، وهذا اللاعب كيانوش لاعب منتخب شباب العراق، هذا عمر باري. الحلة 7 مباريات ودربندي خان 7 مباريات. الحلة فاز في 2 ودربندي خان لم يفز في أي مباراة. إذا انتهى الوقت المستقطع للكابتن أحمد عبد الخالق، ونحن نلعب في الربع الثالث أعزائي المشاهدين. 58-45 باري للاعب كريستوفر ميلر. كريستوفر، هذا هو كريستوفر ميلر الامريكي. صعبه. جون يستلم، جون كروسبي، يا جون يضع نقطتين. رقم 60 ميلر. الله، جون يستلم، ميلر يضيع، جون يستلم وخطأ على عمر باري. هذا هو جون لاعب نادي الوكرة الخطري، لاعب الوحدة السوري، لاعب نادي التضامن النجفي. هذا هو جون. إذن دايتون، جون قصيرة. ميلر إلى كيانوش. باري بار. الله صعب تحت السلة، صعب. مترين و11 سنتيمتر، صعب تحت السلة. على كل 60-45، 56 ثانية و32 جزء من الثانية، الكوارتر الثالث. الحلة 4 أخطاء، خطأين لدربندي خان، رمي على السلة. هناك التأكيد على الحالة، لقطات جميلة بعدسة مصوري قناة العراقية وشركة عشتار لنقل الدوري العراقي، دوري المحترفين، للنسخة رقم 47. هذا الدكتور أحمد رافد حميد. حكم في الجزائر وأيضا حكم في الإمارات الدكتور رافد، وأيضا أعزائي المشاهدين حكم في إيران ولبنان. رمي على السلة عمر باري. الرمية الأولى صحيحة، لكن خاطئة يا باري، فريقك محتاج إلى نقاط. الرمية الثانية ناجحة، ونقطة رقم 46. والحيازة لكريستوفر ميلر اللاعب الأمريكي إلى اللاعب الخطر أريك على الثلاثية قصيرة جون
إلى اللاعب 8. أوه بروة 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 عزيز يضع نقطتين في السلة. دحام الله ستيل جميل. الله نقطتين جميلتين للاعب منتخب شباب العراق. الله كيانوش يضع نقطتين جميلتين ويكتسب رمية إضافية عن طريق هذا اللاعب لاعب منتخب شباب العراق. الرمية الإضافية ناجحة. حلوة. يضع نقطتين ورمية إضافية يسجل 52-60. اللحظات الأخيرة يعني 20 ثانية 60-52. نتيجة قريبة جدا. ماجد دحام أحمد جون مع الثانية. وميلار إلى إريك يحاول الدخول. إريك وخطأ على دايتون يحصل على خطأ، يرتكب خطأ ورمي على السلة عن طريق اللاعب إريك الكندي. يسجل يصير 54. يكون الفارق 6 نقاط. عندنا 3 ثواني. الرمية الأولى ناجحة. نقطة رقم 53. ننتظر نقطة رقم 54 عن طريق هذا اللاعب إريك. ونقطة نعم ناجحة لدربندي خان. دحام وثلاثية قصيرة وصافرة. إذا انتهى الربع الثالث بتقدم الحلة ب60 نقطة مقابل 54 نقطة. فاصل قصير أحبتي المشاهدين، وبعدها نعود لتكملة الربع الرابع والأخير من مباراة الحلة ودربندي خان. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مرة أخرى أحييكم أجمل وارق تحية من قاعة الحلة، قاعة الموهبة، والربع الأخير 60 مقابل 54 نقطة. التقدم للحلة، وهذا جون نتيجة قريبة جدا 13 ثانية، وهذا خطأ إذا ما تحتسب. هذا نزار علي الدولي، الدكتور نزار علي جبار العقابي من الجانب للحلة. 60 54 9 دقائق 48 ثانية عن نهاية المباراة. علي علاء حاول
علي علاء، علي علاء، دوران قصيرة، المتابعة، ولاعب خطر هذا اللاعب أريك، هذا يحول المباراة. أريك مناولة، يحاول على الثلاثية، جون إلى علي علاء، علي علاء وقصيرة يا علي علاء إلى أريك، أريك إلى هذا هو أريك، هذا هو أريك، ونقطتين تحتسب. نعم نقطتين تحتسب، وخطأ، خطأ، رمية إضافية، رمية إضافية 64 54 أو 56 60 56. الآن أصبحت النتيجة 62 56. وقت مستقطع لأحمد عبد الخالق. يعني النتيجة بدت دائما الحلة أعزائي المشاهدين، دائما الحلة يتقدم بالربع الأول، بالربع الثاني، بالربع الثالث، لكن ما أعرف شنو السبب في الربع الأخير. الحلة من فائز إلى خاسر، لكن هاي حال كرة السلة. هذا جانب من جمهورنا الذي يتابع. طبعا هذا المدرب زاهد مدرب الشباب هنا عوائلنا الكريمة. طبعا أيضا قبل هذه المباراة فازت شباب ناشئي الحلة على ناشئي دربندي خان. وجانب أيضا من ضيوفنا وجمهورنا وروادنا ومدربينا والإداريين، وهنا جانب من المشجعين الذين يتابعون المباراة. هنا أحمد عبد الخالق، هل يقرأ الربع الأخير بطريقة صحيحة أم هناك كلام ثاني من ماجد محمد الجبوري؟ على كل أريك، الرمية الإضافية، أريك ويعم يضع نقطة رقم 57 مقابل 60. 57 60. دايتون تابع المحاولة. دايتون صعبة على دايتون. هذا هو دايتون جنجز لاعب الكرخ السابق. 60 51. أذكر الحلة مع زاخو، دربندي خان مع دجلة الجامعة، و كريستوفر ميلر. أريك ومن الجانب لدربندي خان. دربندي خان تابع المحاولة قصيرة، متابعة من جون، استلام صحيح لهذا اللاعب، السحب الصحيح. جون مناولة، جون دوران صحيح ودانك، لكن دانك بعد الصافرة يا جون. رمي على السلة عن طريق اللاعب جون. هذا اللاعب خلينا نعطيه حقه، جون كروسبي، طول 1.91 سنتيمتر، مثل التضامن ونقطة موسم 21-22. لعب للوكر القطري وللوحدة السوري. هذا هو اللاعب بأرميته الثانية 61. الفرق الآن 11 نقطة، 62-51. كريستوفر ميلر، أريك إلى كانوش وجون. دايتون كان سحب جميل. جون يحاول إلى دايتون إلى جون على الثلاثية بعيدة، لكن وين في السلة، بالسلة يا جون يضع ثلاثية جميلة في وقت جميل. هنا دربندي خان يعودون
يسجلون. نتابع الثلاثيه. جواب نعم نعم جواب جميل. نعم جواب من امريكي لامريكي. والله يا اريك الله يا اريك. هنا ثلاثيه وهناك ثلاثيه. 65 60 5 نقاط. والمتابعه الى دياري اركان كينوش. لاعب جيد هذا اللاعب، لاعب جيد جدا اللاعب إريك. ويضع نقطتين جميلتين. إريك يضع نقطتين جميلتين والنتيجة تشير 65-62. قربت النتيجة 7 خسائر متتالية. طبعا دربندي خان بدلوا المحترفين، الحلة أيضا بدلوا المحترفين. رمية إضافية، رمية الخطأ. إريك وقصيرة. السحب والاستلام للحلة. جون، حركة جميلة يا جون، حركة جميلة لهذا اللاعب جون. إلى اللاعب 13 حسين علاء إلى دايتون. دايتون وخطأ. كثرة الأخطاء. دايتون يرتكب خطأ. دايتون الخطأ الخامس على دايتون. يغادر دايتون المباراة بالخطأ الخامس. صعبة. وهذا هو دايتون ودع. هذا أنور ديبة إداري الفريق. كريستوفر ميلر. بروة مرة أخرى إلى اللاعب كريستوفر ميلر. يضع نقطتين جميلتين. حلوة. إذن الفارق نقطة واحدة. يا الله يا عالم كرة السلة. لا أمان بكرة السلة. ماكو أمان بكرة السلة أعزائي المشاهدين. جون و7 ثواني عن نهاية الهجمة. هذا جون. غادر دايتون وبقى جون. المداورة بالمحترفين لفريق دربندي خان. إريك وأيضا ياري. والرمية الأولى جون. رمية صحيحة رقم 66. الرمية الثانية هذا هو جون. ورمية ناجحة رقم 67. عندنا 6 دقائق مع الثانية. كريستوفر ميلر وعلي علاء إلى ياري إلى اللاعب 8. قصيرة. والمتابعة. ستيل جميل لجون. الله يعني كان بروة عزيز إلى جون. حلوة. هذا سيف أمير. هذا جون يعول عليه الكابتن أحمد عبد الخالق في 5 دقائق و49 ثانية. هذا أحمد عبد الخالق. نعم، شكرا للزميل المخرج دحام. جون وهذا أيضا خطأ على ميلر. كريستوفر ميلر اللاعب الأمريكي ودحام قريب عليه بروة عزيز. جون الله. ودحام وخطأ على القائد على الكابتن بروة عزيز.
القائد والكابتن بروة عزيز. 5 دقائق 40 ثانية أعزائي المشاهدين لنهاية الربع الرابع والأخير، نهاية المباراة، وتقدم للحلة 67-64. هذا دحام، نعم، أحمد محمد عبس. أحمد، الرمية الأولى خاطئة يا أحمد، خاطئة الرمية الحرة الأولى. ننتظر الرمية الحرة الأولى الثانية. 67 هل تكون 68؟ خلينا نشوف. أحمد ونقطة رقم 68، نعم أحمد. ميلر إلى إذن من الجانب اللاعب بروة القائد. هذا سيف أمير اللاعب الشاب، اللاعب الشاب المجتهد بالفريق، إلى لاعب 32 أريك، وخطأ على دحام، خطأ على دحام. الخطأ الرابع، الخطأ الرابع على هذا اللاعب أحمد، يرتدي رقم 4 وعليه 4 أخطاء. كريستوفر ميلر النقطة الأولى. 65-68، 3 نقاط الفارق، 5 دقائق. وأيضا نقطة صحيحة، وهذا ماجد نعمة. كريستوفر ويضع نقطة في سلة الحلة، والفارق نقطة واحدة، الفارق نقطة واحدة. 5 دقائق 16 ثانية. علي علاء، دحام 4 أخطاء. جون أحمد دحام إلى جون، ثلاثية. جون، نعم ثلاثية، نعم ثلاثية لهذا اللاعب الأمريكي ميلر. 71-67، وخطأ، خطأ على اللاعب أريك. أريك يرتكب خطأ أعزائي المشاهدين. أحمد عبد الخالق، إذا نتابع المحاولة الآن. أحمد دحام، أحمد وبروة، جون وميلر، وخطأ، خطأ على كريستوفر ميلر. هذا جون، ما شاء الله، 10 على 10، 10 على 10. هذا اللاعب مستوى، لياقة، مرونة، تصويب، تسجيل، متابعة، حيازة، استلام، تسليم، والرمية الأولى ناجحة. 72. ننتظر نقطة رقم 73 أعزائي المشاهدين، وقصيرة. وميلر، هل يعودون بثلاثية؟ ياري كريستوفر يحاولون على الرميات الثلاثية. كريستوفر 4 دقائق 24 ثانية. كريستوفر وياري، الله، ومن الجانب للحلة 4 دقائق جانب من الجمهور، الموسيقى. ونتابع المحاولة الآن. جون 72-67، عندنا 4 دقائق 8 ثواني أعزائي المشاهد. جون على الثلاثية، ما معقولة يا جون، ما معقولة يا جون. كان مبدأ ال 24 ثانية. على كل، ماجد
كايتوش، ميلر، علي علاء، وخطأ واضح، خطأ واضح. هذا أحمد محمد. طبعا أي خطأ على هذا اللاعب إلى الخارج. نشوف إذا الخطأ على أحمد دحام إلى الخارج. إذا الخطأ على أحمد دحام، إذا الخطأ على أحمد دحام يكون الخطأ الخامس. إذن هذا سيف أمير يشكو من إصابة. خلينا نشوف الخطأ على اليمن. إذن أحمد دحام، نعم. إذن أحمد دحام يلتحق بدايتون ب5 أخطاء. 5 أخطاء لدحام، ويدخل ياري. رمية الثانية وجون 72-68. مغادرة دايتون، مغادرة أحمد دحام. النتيجة 72-68 لدربندي خان. 3 دقائق 44 ثانية أعزائي المشاهدين. 5 أخطاء على دربندي خان، 3 أخطاء على نادي الحلة. الله، ياري ستيل جميل، وبروة ياري وكريستوفر تحت السلة يضع نقطتين ويبدو هناك خطأ. نعم، راح تكون رمية إضافية. نعم، الدكتور أحمد رافد أحمد مؤشر رمية إضافية للاعب كريستوفر، وهذا ماجد نعمة. حلوة. قرر المباراة. الرمية الإضافية ناجحة. نقطة واحدة الفارق أعزائي المشاهدين. 72-71. جون 3 دقائق 20 ثانية. جون واحمد، وقصيرة. المتابعة ويضع نقطتين. حلوة يا سيف. اللاعب الشاب، اللاعب الأنيق، اللاعب الجميل، اللاعب الذي وضع نقطتين جميلتين في سلة دربندي خان. تابع هنا باري، هنا الثلاثية، هنا السحب، هنا الاستلام. حلوة دربندي خان. صاحين دربندي خان. وميلار، كريستوفر ميلار ياري باري 73-74. نقطة واحد الفارق. وعندنا دقيقتين. وجون ونتابع الثلاثية. الله، علي علاء لاعب منتخبنا الوطني ولاعب منتخب الشباب. وميلار وياري، ثلاثية كايتوش وياري باري. اوه الله، لحظات جميلة جدا. 77 جانب من الجمهور، 77-73. 4 نقاط الفارق. عندنا دقيقة 41 ثانية. جون هل يقرأ المباراة أحمد عبد الخالق؟ دائما الحلة يخسر في الربع الأخير. جون وباري. جون الله، كريستوفر ميلار. واحدة ثلاثية باري. واحدة ثلاثية ياري وخطأ أيضا. ورمي على السلة. هذا اللاعب 13 لاعب حسين علاء. أحمد عبد الخالق
رمي على السلة، تابع المحاولة. الرمية الأولى بروة عزيز، بروة الرمية الأولى ناجحة. 74 77، 74 77. الرمية الثانية بروة عزيز، وحدة يا بروة، وحدة يا بروة، نعم. ونقطة رقم 75، الفارق نقطتين، نقطتين للحلة. 77 75، دقيقة 7 ثواني، دقيقة 7 ثواني. جون يعني الفريق يعول على هذا اللاعب الأمريكي جون. تابع أحمد جون مرة أخرى. جون من الجانب دربندي خان، ووقت نعم وقت مستقطع، تايم اوت لماجد. طبعا النتيجة أحبتي المشاهدين 77 75، المتبقي 48 ثانية و55 جزء من الثانية. مباراة صعبة تحسمها الرمية الثلاثية، تحسمها المتابعة. على كل خلينا ننتظر ونرى ونشاهد ونتابع إن شاء الله دوري المحترفين العراقي، نسخة رقم 47 من الدوري العراقي الذي انطلق عام 1980. زعيم المدربين الكابتن خالد يحيى، الذي انتقل من النفط إلى الشرطة ب6 ألقاب. هنا التعليمات، متابعة لجمهورنا الحاضر المتابع لمباراة اليوم. لقاء صعب، الحلة مع زاخو، دربندي خان مع دجلة الجامعة، وكريستوفر ميلر إلى اللاعب بروة عزيز القائد. كريستوفر، ثلاثية يتقدمون، نقطتين يتعادلون، وكريستوفر، وهنا الثلاثية، سيف وأحمد. تابع المحاولة يلعبون الآن فريق الحلة على 24 ثانية، 13 ثانية، 10 ثواني، 9 ثواني. جون، وهذا خطأ على عمر باري لاعب الغيني. جون الرمية الأولى 15 ثانية، 31 جزء من الثانية. جون أمريكي يضع سلة ونقطة و78. هذا علاء الإحصائي بسلة الحلة، كابتن نادي الحلة السابق كان. جون ونقطة، إذن 79 ووقت مستقطع لأحمد عبد الخالق. تسعة وسبعين 75. هذا ماجد. حلوة المباراة، يستمتع بها مشاهدنا العزيز، مشاهد قناة العراقية الرياضية، قناة الوطن، والنقل الحصري للدوري العراقي دوري المحترفين. وجهود جميلة من قناة العراقية الرياضية بنقل دوري المحترفين بكرة السلة، ودوري النخبة بكرة اليد، ودوري نجوم العراق بكرة القدم، وغيرها من الدوريات والمباريات. جانب من الجمهور حقيقة على أعصاب. نتيجة قريبة 79 75.
ننتظر. هذا علي علاء زميلي المخرج مركز عليه لين يشوف ثلاثيات. شوتر جميل هذا اللاعب علي علاء. هاي عوائل، طبعا عوائل اللاعبين تحضر اللقاء. كريستوفر ميلر 15 ثانية خطأ على هذا اللاعب الواضح امامنا، يعني اخطاء. علي علاء وراح يكون رمي على السله. الرميه الاولى للقائد بروى عزيز. بروى عزيز الرميه الاولى خاطئه. الرميه الاولى خاطئه اعزائي المشاهدين. 13 ثانيه 49 جزء من الثانيه. الرميه الثانيه ايضا خاطئه. جانب من عوائلنا وجمهورنا تابع المحاوله، ورميه صحيحه رقم 76 79. وقت مستقطع اعزائي المشاهدين. 13 ثانية. الحيازة للحلة. يلعب على مبدأ ال 24 ثانية. يكتسب خطأ، يسجل، يخطأ بالخطأ. ثلاثية لدربندخان. كل شيء جائز بعالم كرة السلة. 13 ثانية. إذن 13 ثانية أعزائي المشاهدين. 13 ثانية. مباراة مهمة جدا. الحلة إلى زاخو. دربندخان يستقبل دجلة الجامعة. 13 ثانية. الربع الأخير، الشوط الأخير. باري، سيف أمير. 13 ثانية. سيف أمير. هذا جون. خطأ. نفس ما تكلمت أعزائي المشاهدين. حاولون يوقفون اللاعب. 5 أخطاء. كريستوفر ميلر أوت. 5 أخطاء. كريستوفر ميلر 5 أخطاء. وراح يكون رمي لجون. 12 دقيقة، الآسف 12 ثانية. 12 ثانية أعزائي المشاهدين. 12 ثانية وجون. الرمية الأولى ناجحة. نعم، الرمية الأولى ناجحة. ننتظر الرمية الثانية. الآن. 80 والله 80 76. واحمد عبد الخالق يطلب وقت مستقطع. يعني حسمت المباراة لنادي الحلة. هذا رأيي أعزائي المشاهدين. 76 80 4 ثواني.
86 80 76 أعزائي المشاهدين. 4 ثواني 4 ثواني. وعلى كل خلنا ننتظر خلنا ننتظر 4 ثواني. خلنا ننتظر. شكرا طبعا للاعبي دربندي خان، شكرا للاعبي الحلة، شكرا لمصوري وزميل المخرج أمير هيكل، وشكرا لقناته العراقية ومكتب بابل لحضوره لعمل تقرير لهذه المباراة. 4 ثواني 4 ثواني أعزائي المشاهدين. الحلة قاب قوسين أو أدنى من الفوز في هذه المباراة، يكون الفوز الثالث، ودربندي خان يكون خسارته الثامنة. سيف أمير محمد زياد تابع المحاولة مبروك. إذن ألف مبارك لنادي الحلة، الفوز ب80 نقطة مقابل 76 نقطة لنادي دربندي خان. إذن أعزائي المشاهدين أعزائي الرياضيين، في الختام هذه أجمل تحية وأجمل سلام من كان معكم في تعليق هذه المباراة المعلق الرياضي ناصر الجبوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.